السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا بننظف كده قبل رمضان، فحبيت اوريكم نصيحة كده او معلومة على الماشي بالنسبة للتلاجة. هنا كاوتش التلاجة، لو انت عندك كاوتش التلاجة مش بتقفل كويس، او ممكن في كاوتش بتبقى معوجة، يعني الكاوتش اللي اخر كده معوجة، اوريها لك تحت ان شاء الله كده. بتغلي مية سخنة. انا خدتها من كان هنا في واحد بيصلح لي التلاجة، قال لي تجيبي مية سخنة او مية مغلية قوي في الكتل بالشكل ده كده. اهي ميه سخنه مغليه، وتروحي كبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو بالظبط. انا مش عارفه اوضح لكم، بس بتكبي على كل اهو بالشكل ده كده، زي كده كتل كده، كبي كده تحت خالص، ميه مغليه خالص تغليها في الكتل. هتخلي الكاوتشه تنفش معاكي اهي. شوفي الكاوتشه عملت طريت معايا ازاي من الميه السخنه المغليه، وهتخليها تقفل معاكي التلاجة على طول ان شاء الله. اهو بالشكل ده كده. انا عندي برضو هوريكم مشكله عندي في التلاجة من تحت كده، مش باينه قوي. يعني عندك التلاجة انا مقفلاها كده، بس تحسي ان هي برضو مفتوحه. فهو قال لي برضو على طريقه كده ممكن تعالجي بيها الحته دي، ان انت تجيبي مثلا جرنان، او نجيب مثلا مناديل، وعندك الكاوتشه كده تفتحيها تحطي فيها بالطريقه دي كده. لو عندك الكاوتشه مفتحه بالشكل ده كده، مش يعني هتعمل حاجه ضرر للتلاجة ولا حاجه. اهي بالشكل ده كده، مش عارفه باينه بقى ولا ايه. اهي كده. ممكن جرنان عادي، ورق مناديل مطبخ، اي حاجه متاحه عندك اهو بالشكل ده كده. شوفها كده نقفلها، شوفها تقفل معانا اهي. برضو فاتحه برضو ضمت اهي وقفلت خالص معانا اهي. كانت مفتوحه الاول خالص اهي بالشكل ده كده. لقيت المعلومه تكون وضحت، بس اللي هي الاضاءه مش تعالي كده. انا هوريكي اهي بالشكل ده كده. حطي هنا بالشكل ده، تحطي فيها كده، يعني ممكن تخشنيها، اسمها تخشينه، بس هي عندي صغيره شويه كانت عايزه جرايد. ممكن تخشنيها بجرنان بالشكل ده كده، هتفرد لك الكاوتشه معاكي اهي. قفلت خلاص اهي، الكاوتشه كلها قفلت خلاص. بس يا رب تكونوا استفدتوا كده من المعلومه البسيطه دي. طريقه ان انت تخلي التلاجة او الكاوتشه تقفل معاكي بالميه السخنه. وهوضح لك هنا برضو، لو برضو هنا الكاوتشه كده يعني مش بتقفل بالطريقه دي، يعني عامله كده، فانت بتخشنيها بورقه جرايد من هنا كده، وهتقفل معاك ان شاء الله زي ما قفلت من تحت. اتمنى تكون المعلومه استفدتوا بيها. بشكركم جدا، والى اللقاء مع معلومه جديده او وصفه جديده من وصفات سلمى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.